احنا النهاردة هنتكلم على بعض العلاجات للغضب، لان الغضب بقى منتشر قوي قوي، ولما الناس بتزعل وتحتد على بعض في البيوت دلوقتي ما بقاش ليهم سقف في الغلط نتيجة الغضب. واحنا قلنا ان الغضب ممكن يودي لغاية القتل، فعاوزين نتكلم ازاي نعالج الغضب. قبل ما اخد في علاجات الغضب عاوز اقول لكم ان في نوعين من الغضب. في غضب سهل علاجه لان انا ببقى عارفه، بيسموه الستاتيك انجر. ستاتيك انجر او الغضب الاستاتيكي او الغضب الكامن او الغضب المعروف او الغضب الساكن، مش مهم الترجمه، مش هتدي المعنى الحقيقي. ايه الغضب ده؟ ده غضب يا ولاد مرتبط بوقت او بحاله. يعني انا ببقى عارف كده، اقول لهم ابعدوا عني نص ساعه بعد ما اصحى من النوم. بصوا بعمل ازاي، ما حدش يقرب لي لما اصحى من النوم. ده ايه؟ غضب معروف مرتبط بوقت ما او مرتبط بحاله. ما تكلمونيش وانا جعان. يعني في ناس كده، يعني انتوا واخدين بالكم؟ او ببقى عارف ان نتيجه الارهاق والضغط اللي انا فيه وبقالي يومين ما نمتش in a very red temper، يعني درجه حرارتي سخنه، يعني بس حد يعمل لي كده. فانا عارفه، انا عارف لما بصحى ببقى مش متظبط، محتاج نص ساعه كده مع نفسي، اخد شاور وبعدين ابص في المرايه مرتين واعمل شويه حاجات كده افك. فاهمين؟ او زي ما قلت لكم حاله جعان او حاله مرهق او انا ما نمتش بقالي يومين، فما حدش يقرب لي لان انا مش ان جود مود. انا عارف، وعشان انا عارف ده سهل علاجه. ليه؟ انا بحذر اللي حواليا من حالتي. طب لو سمحتم ما حدش يكلمني دلوقتي. بصرف النظر هنتفق ان ده صح ولا غلط، بس انا بقول الغضب ده سهل لانه مستعلن فيا وانا عارفه، وببلغك اديلك نور احمر ما تقربش مني لو سمحت. فده غضب سهل. طب والغضب الديناميك بقى انجر، ده اللي احنا هنتكلم عنه ونحط فيه علاجات. اول علاج للغضب انك انت تعترف انه خطية تستوجب الجهاد، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. ليه؟ معظم الناس الغضوبة اعتادت انها تقدم عذر او تبرر غضبها. تقدم عذر او تبرر، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، يقول لك انا ابن 7، ابعد عني انا ابن 7. يعني ايه ابعد عنك ابن 7؟ يعني جهازك العصبي لم يكتمل ولا ايه؟ يعني نعاملك معامله ايه؟ فاهمني؟ ده الناس بتقول كده. فاول حاجه مثلا واحد يبقى ايه بيدي نفسه عذر، لا هو خطيه. اوعى تدي نفسه عذر. يقول لك انا بصراحه ما ينرفزنيش الا الاغبياء، ما بستحملش الاغبياء. بكده بقت خطيه مركبه، غضب وكبرياء واهانه. انت مين انت؟ يعني انت مستر جينيوس؟ يعني انت سوبر سمارت؟ يعني انت اللي بقى بتحل لا يا حبيبي، ما في اللي اذكى منك. تصور بقى واحد اذكى منك يقول لك انت مستحمل نفسك. مش هقدر الكلمه بقى كتير يعني. ازاي؟ يا غين. طب ما انا كده في مصيبه. انتوا واخدين بالكم انا ايه؟ انا على فكره انا من طبعي هادي، بس ما بحتملش اغبياء. دي مصيبه. انت بررت خطيه الغضب بكارثه اكبر، كشفت اللي جوه قلبك شكله ايه. او واحد مثلا يبرر الغضب ان يحط نفسه في صوره الفضيله. يقول لك ايه؟ انا ما فيش حاجه تنرفزني ولا تعصبني ولا تطلع معرفش بيقولوا ايه كده الا
الظلم الا ان واحد ظلم ما بسكتش. اوكي، هو كده بقى ايه؟ مدافع عن الايمان، عايش في دور اثناسيوس الرسولي بقى، يدافع عن الايمان ويدافع عن المظلومين ويدافع عن لا يا حبيبي، انت كده كده غضبان. علشان كده اعترف ان مهما كانت الضغطه او مهما كان التوب اللي انت بتلبس فيه غضبك، فالغضب يظل خطيه وطاقه سلبيه، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله. انا مش بتكلم على الغضب المقدس يعني. يبقى اول حاجه ايه؟ ادمتت، قول انا عصبي، انا غضوب ولازم اشوف حل. لان كل الناس بتعيش في الدينايل. عارفين يعني دينايل؟ اقول له انت عصبي، يقول لي لا. اقول له يا راجل ده انا سامع صوتك في العماره يعني. لك لا لا لا، ده بس كانت مراتي بتدور بقول لها في الشبشب فين ما جبتوش، فانا اتنرفزت شويه. هو الشبشب يستاهل كل اللي انت عملته؟ اما هو البيت مهمل والبيت ما فيهوش ست اساسا. شوفوا يخبط 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 يخبط. يبقى ده بيبرر ايه؟ الغضب ما يتبررش. انت غضوب، انت خاطي، محتاج اعالجه. يبقى دي اول حاجه في الروشته لما نتكلم فيها. 2، التعبير عن الغضب. انا قلت لكم المره اللي فاتت ان في احد الكتب الروحيه اللي طلعها الكنيسه في امريكا بتقول ان الغضب اول غريزه طبيعيه في الطفل الصغير. فاكرين الكلام ده؟ يبقى من حقي اعبر عن غضبي، بس مش بنوافق على ان النرفزه تكون اسلوب التعبير عن الغضب. تاني من حقي اعبر عن غضبي بس مش بالنرفزه، لان النرفزه مش اسلوب مناسب لينا. بمعنى ايه؟ الغضب يبدا بمرحله بسيطه قوي اسمها الضيق. يمكن انا شرحت لكم الكلام ده المره اللي فاتت ولا انا ناسي. وانا متضايق اعبر عن يا جماعه انا مش مبسوط ومش مرتاح ومتضايق، وابتديت احس كده بتوتر من جوه. انا عبرت عن دي. انا متضايق يا جماعه عشان انا 3 مرات اطلب منكم حاجه ومحدش بيعمل حاجه، والموضوع ده مضايقني شويه. انا لسه ما وصلتش للغضب، فمن حقي اعبر عن غضبي بالكلام والافصاح عن المشاعر بصوره هاديه مش بصوره منرفزه. وما تستناش لما توصل للتوتر والنرفزه عشان تبتدي تتكلم. عبر عن نفسك وانت لسه في مرحله الايه؟ الضيق. يعني بصوا، فرضا انا بذاكر مركز في حاجه وفي شغالين الفاكيوم في البيت، وفاكيوم قديم بقى اللي هو صوته فانا ايه؟ متضايق، بحاول امتص، مش عارف اذاكر، مش عارف اذاكر. خدي بالكم، كنت فاتح الباب تمام. ده في ايه؟ طب كان طلع بهدوء وقال لنا يا جماعه مش عارف اذاكر، كنا طفينا الفاكيوم وكملنا بعد ما ينزل. انت عارف انت عملت كده ليه؟ لان في الفتره اللي كنت تعبر فيها عن مشاعر الغضب حوشته، فلما حوشته كبر وتحول لتوتر وضيق وغضب، عبرت عنه بالنرفزه اللي احنا رافضينها. حد فهم حاجه؟ يبقى اول حاجه بعترف ان الغضب خطيه محتاجه جهاد. 2، من حقي اعبر عن الغضب، لان تحويش الغضب هيعمل انفجار كنت ممكن اتحاشاه. ومن حقي اعبر عن الغضب بس مش بصوره الايه؟ النرفزه والزعيق، مش بتاعتنا. لكن لازم اطلع انا متضايق، انا متضايق يا جماعه انا مش عارف اخد اعترافات في مكتبي، مش عارف اخد اعترافات. انا كل ما اطلع الاقي في دوشه في الريسبشن، لو سمحتوا وطوا صوتكم. ده وانا حالة متضايق شويه. عارفين لو حوشتها بقى والمعترف بيقول لي يا ابونا انا مش سامعك، وانا بقول يا حبيبي علي صوتك، يقول لي يا ابونا مش سامعك، وبعدين المعترف يروح مديني حته كده كبريت، يقول لي يا ابونا هو ايه الدوشه اللي بره دي؟ كنيسه برضه. اروح طالع ايه وابور زلط
هاكل اللي في وشي كله. يبقى ممكن اعبر عن الضيق لكن بالاسلوب المناسب، وفي مرحلة الضيق، مش في مرحلة الغضب العالي والهياج اللي يتحول نرفزة. دي كده نمرة 2 خلصت. فهمت؟ يا ريت تفتكروا الكلام ده، لأن الكلام ده مهم قوي، لأن هنحتاجه في حياتنا. 3، التصريف اللي هي بيقول عنها الكتاب المقدس دعوا مكانا للغضب. يعني ايه تصرف الغضب؟ عارف لما يكون في دخان في البيت ونفتح الشباك وننفخ ونجيب فوطه عشان الدخان نطلعه بره البيت، ده اسمه التصريف. يعني ايه؟ طلع طاقه الغضب. ما احنا اتفقنا الغضب طاقه. طب انا عاوز اخرجها ازاي؟ حط همك في حاجه. فاكرين لما انا قلت لكم ان في درجات من الغضب، منها البرطمه اللي بنسميها الدمدمه؟ فاهمين الحته دي؟ اول ما انا اوصل لمرحله الدمدمه انت ابتديت تتنقل من الضيق للغضب. في مرحله التوتر الدمدمه دي مرتبطه بالتوتر. اعمل حاجه. يعني مثلا في زوجه جوزها مخبط فيها شويه، انت مش عارفين، انت مش عارفين، انت مش عارفين، لما تطبخي تعايرينها بالطبيخ، ولما تذاكري الوقت انت اي كلام. هي بس ايه؟ اتنقلت بالضيق وما عندهاش فرصه للتعبير، لان هو لسه في الهياج فمش عارفه تعبر. هتعمل ايه؟ عايزه تصرف ازاي بقى؟ اقول لكم ممكن تعمل ايه؟ تروح فاتحه دولاب وشبه على ترتيب صوابعها وتجيب كل اللي في الدولاب على الارض. مش ضرفه واحده، الدولاب كله، ال6 ضرف. وتبتدي تطبق وتحط وتطبق وتحط وتطبق وتحط. انا بتكلم بجد، ده علاج. هي طلعت ايه؟ صرفت الغضب فين؟ في الهدوم. لحسن لو ما بنتها اللي عندها 6 سنين دلوقتي ماما فين الفرشه، هتشوطها. ما هي احنا عاوزين تصرف فين؟ في اي حاجه تاني مش غلط. فاهمين عايز اقول ايه؟ انا كنت اشتغلت مع مدير، انا فاكر مره من المرات كنت في شركه، يعني كانت شركه كمبيوترز، وكان عندنا عرض مهم قوي قوي قوي، كان ب5 مليون جنيه. على فكره 5 مليون جنيه سنه 78 يعني تساوي مثلا 100 مليون دلوقتي. عرض خسرناه، يعني خسرناه، شركه تانيه خدته. فالراجل واحنا كلنا مكبوسين بقى، مكبوسين. احنا كنا بننام على بطننا بنشتغل ونكتب ريبورتس. احنا قعدنا اسبوع بناكل ونشرب وننام في الشركه عشان العرض ده كان عرض كبير قوي وخسرناه. مش مشكله، ده البيزنس كده، ممكن تكسب ممكن تخسر العرض. فلقيته هو بيتصل بواحد اسمه يوناني كده في نادي المعادي، وقال له انت جاهز؟ انا جاي العب تنس. العب تنس؟ ده احنا نلعب تنس، ده احنا وشنا مصفر ومسود ومحبطين، وده نازل يلعب تنس. جه تاني يوم حالق دقنه ومسرح شعوره بقى وبيضحك معاك. ازاي عملها دي؟ فكانت في دله كده. فانا دخلت له قلت له يا استاذ فلان، يعني احنا امبارح كلنا محبطين لما عرفنا الخبر ان العقد طار. انا ممكن بس اسال حضرتك، انت لازم نزلت تلعب تنس يعني؟ قال لي انا لو ما كنتش نزلت العب تنس كنت رفدت 2 على الاقل. فانا عشان ما رفدش 2 على الاقل، فاكرين الست اللي بتنزل الهدوم بغل كده، انا نزلت ما كنتش شايف المدرب ولا عاوز العب ولا اكسب، انا بس عاوز اشوط الكوره بقمه الطاقه السلبيه اللي جوايا. فحطيت في المضرب وفي دراعي وفي الكوره كل الطاقه السلبيه. يبقى هنا شغلت نفسها وهو شغل نفسه بعمل صرف في غضبه.
علشان كده في الازواج بقى مش هلاقي له ملعب تنس، ده اجيب له ملعب تنس متخانق مع مراته الساعه 11 بالليل اقول له وخلاص بقى، وحاسس الموضوع وصل يعني جريمه في حي المعادي مثلا هتحصل، فاقول له ايه؟ سيب البيت، هي جايه في الخطوه بتاعت اهرب، بس الاول تتصرف دي، وانزل اجري في المربع، اجري. عارفين لما جري عمل ايه؟ طلع ايه؟ طاقه هيهدي. يقول لي ارجع بعد قد ايه؟ اقول له لا، طول ما فيك حلم ما ترجعش. طول ما فيك حلم، اول ما تبتدي تدور على حيطه تسند عليها هو ده ميعاد مروحك. انتوا فاهمين؟ يعني ممكن يكون في علاج حركي او علاج عملي، اشغل نفسي بحاجه يدويه بطلع فيها طاقه سلبيه. جت موزونه صح؟ حلوه دي. هي جت كده يعني. المهم ده معناها ايه؟ ان انا بحرك وبصرف. احنا قلنا كم حل للغضب؟ لا رد عليا، 2 ولا 3؟ هنشوف. الاولاني كان ايه؟ الغضب، الاعتراف انه خطيه. 2 التعبير. 3 التصريف. مين اللي بتقول 2؟ قالوا بتكتب. طبعا انا اديتكم علاجات اي حد بتاع تنميه بشريه يقولها، او الناس دي يعني، بس في حاجه تليق بينا احنا بقى اسمها التصريف مع الله. يعني في نقطه التصريف ممكن اتصرف بالجري، ممكن اتصرف بان انا بعمل عمل يدوي، وممكن اقف قدام ربنا وابتدي اصرف بطريقه روحيه. انا لسه في نقطه التصريف اللي هي نمره 3، ان ممكن تقول برتم هادي صلاه يسوع 50 مره، وهذا الحل مختبر. اقف كده قول بالرتم ده: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي. انا متوتر اهو، ارحمني انا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني الخاطئ. ده انا غضبان بجد. عارفين لما توصلوا للمره ال30 لو قلتها برتم بطيء هتلاقي نفسك هديت. لازم هديت. وعشان كده احنا كأولاد ربنا لينا طريقة تانية، ان احنا في التصريف. ضحكتوا انتوا في موضوع الهدوم وفي موضوع الحلل وفي موضوع لكن لا، احنا عندنا طريقة للتصريف، ان انا اقف قدام ربنا وابتدي اتكلم معاه واطلع كل ثاني اكسيد الغضب اللي جوايا ده. النقطة الثالثة الرابعة الهرب. الهرب لو امكن بطريقتين. الهرب في الف ب، بالانسحاب او الانشغال، وهشرح لكم الطريقتين. الانسحاب يعني ايه؟ لقيت الموضوع بيتوتر، طب سلام مؤقت، ده انا افتكرت مشوار. هو مشوار، انت ما بتكذبش، ده اسمه الانسحاب. لقيتك انت ابتديت تشد، طب استاذنك عشان انا عندي حاجه مهمه، ممكن ناجل الكلام شويه. ده اسمه الايه؟ ده اسمه ايه؟ الانسحاب. بس الانسحاب مش متاح في اوقات كتيره، صح؟ في بقى اسمها الهروب بالانشغال، ودي اتعلمتها من اب اعترافي. في مره من المرات جالي واحد، انا حكيت الحكايه دي زمان في موضوع الغضب برضه. جالي واحد بيقول لي الحقني يا ابونا، ابني في مستشفى فرد مرداش، غسيل كلى، مش عارف من ايه، مصاريف ايه، كيس دم ايه، عايز مبلغ 700 جنيه 600 جنيه. فانا قلت له مستشفى ايه؟ قال لي مستشفى كده والحقني ودلوقتي. قلت له طيب انا هبعت واحد
يشوف الموضوع ده وهديله فلوس احتياطي، قول لي الدور واسم ابنك ايه وسرير. المسيح قال لك كده، المسيح قال لك كده، المسيح قال لك تقول مش عارفين ولا تطلع اللي في جيبك. الآية بتقول من سألك فاعطه، وانت كاهن، يعني انت اللي بتعلم الآية دي ومش عايش بيها. وبعدين قلت لك انا ما قلت لك مش هتأخر، انا بقول لك هناخد الفلوس ونبعتها، وهبعتها مع خادم يروح معاك. ده البابا شنودة امبارح في اجتماع الاربع الويل للكهنة اللي مش عارف بيمسكوا على الناس ومش عارف مين، هتروحوا فين قدام ربنا؟ الغريبة انا بقى طالع من مكتبي وعليا وعظة بحاجة اسمها أسرة محبة الساعة 12 ساعتها، وخلاص انا ببص في الساعة دلوقتي 12 ل3 دقايق وانا مواعيدي مظبوطة. فانا ودوت بقى ايه ابتدى يمسكني من ايدي، يعني وانا بمشي بيمسكني من كمي كده من ورا، بيقول لي انا لسه ما مشيتش، انا مش همشي. قلت لك انا بكلمت واحد على التليفون وهيجي دلوقتي وهيعرف يتصرف. قال لي لا مش عارفين. على فكره في الاخر ما طلعش عنده ابن ولا ده مرداش ولا كلى ولا دم ولا حاجه خالص، يعني ما فيش نقل دم، مش هو اوكي خليكم بس معايا. فايه اللي حصل؟ يعني سيبوكم من القصه انها فيك، لكن هو بصراحه يا ولاد انا غضبت من جوه، وخاصه اللي مسكني من ايدي كده حسيت انها التصرف مش لائق. يعني انا غضبت من جوه بس من بره لا، مسكت نفسي، بس غضبت من ناحيه اتوترت. مسكني احد 10 دقايق خبط فيا، فانا اتوترت شويه، فبعترف، فبقول للاب اعترف لي حصل موقف واحد من الناس اللي بتقول محتاجه وطلع مش محتاج ولا حاجه وعمل فيا كذا 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 كذا. قال لي يا ده مين ده كتير. قلت له طب قدسك بتعمل ايه؟ قال لي انا بعمل حاجه تانية خالص. قلت له قال لي بصلي. قلت له ازاي؟ قال لي بشغل فكري، ما بسمحوش، انا لو سمعته ودخلت ملعبه هينرفزني، فانا من الاول بنسحب وبشغل فكري بالصلاه. فبقول له ازاي يعني؟ ازاي؟ ما انا غصب عني لا، ما هو بيقول لي طب مثلها انت. قلت له مثلها يعني ايه؟ يعني انا اللي بلح عليه. قلت له انا عاوز فلوس عشان ابني ومستشفى ابني ده. قال لي ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل بذرة رأفتك دم باسم تغسلني كثيرا باسم انا عارف باسم خطتك. يا ابونا رد عليا بشويه سنان تسبيحات الله ساعه الثالثه نهار وكل الناس يعملك يا ابونا الواد هيموت في المستشفى وبيطلعوه من الحضانه وبيدوا له جابوا له الصفرة وهيدوا له مش عارف مين. هو زهقنا عتيد ان اقطع امام الدين عادي مرعوم بتاع مكده. بعدين ابونا يقول له انا قلت لك انك تروح لمكتب الخدمه الاجتماعيه او تستنى الخادم اللي بعده. يا ابونا ما انتوا كهنه انتوا. ارحمني يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت. على فكره انا حاولت اعملها ما نفعتش. ليه؟ سامع صوته مش سامع صوتي. بامانه يا ولاد بالتدريب بقيت انجح فيها فترات، مش كل مره عشان اكون امين معاكم، مش كل مره، بس بقيت انجح. لكن السياسه حلوه، الهروب يا اما بالانسحاب او بالانشغال. اشغل فكرك بكلام وردده، هتطلع بره دايره غضب اللي قدامك او استفزاز اللي قدامك. احنا قلنا كم حاجه لغايه دلوقتي؟ قربت. 5 الاستعداد للغضب ده في ألف وب وج. ألف الاستعداد بالخلوة الصباحية، ب بالنمطيات ودي هشرحها، 3 بالقناعات ودي هشرحها. بس الأول احنا في نقطة الاستعداد فيها ألف وب وج. يعني ايه استعد بالخلوة الصباحية؟ فاكرين موسى لما طلع الجبل علشان ربنا كله نور، موسى نزل ايه؟ منور. فالشعب قالوا ايه ده؟ غطي وشك، مش قادرين نبص في وشك. فاكرين القصه دي ولا؟ حط برقع وبابلة. طب لو انت قعدت مع ملك السلام الصبح قعده هاديه حتى لو كلفتك
انك تصحى ربع ساعة بدري والبيت نايم. انا عارف مش هتعملوها، احساسي بيقول كده. بس لو انت فعلا عاوز تظبط يومك ابتدي بخلوة، اقعد قعدة هادية مع ربنا، مش بتكلفت وتكروت. على فكرة اللي بيصلي الأجبية بسرعة عشان يلحق الشغل ده بينزل متوتر. خلاص تقدم ايه ده؟ ايه ده؟ ده صلى ده توتر. ده الملاك الحارس اتوتر جنبك اللي هو بيسمع صلاتك يعني. فبص، انا اقصد القعدة مع ربنا تكون قعدة هادية، فالهدوء ينزل من ربنا على قلبك، تلاقي نفسك نازل مبتسم. قد تقعد لها ساعتين 3 بس انت اولى بيهم يعني. لو انت افتكرت ربنا الساعة 12 وقلت 20 مرة صلاة يسوع هتديك شوية هدوء. يبقى أول حاجة تخليني أستعد ليومي بلقاء إلهي، لقاء حبيبي. القعدة مع اللي بحبه مريحة، القعدة اللي ما بحبه بتديني هدوء، بتديني انسجام، بتديني تصالح مع نفسي، واحس انه بيحبني وغفر لي خطيتي ما دام انا قدمت له توبة، فبنزل هادي. يبقى اول حاجة انا بستعد بايه؟ بالخلوة. 2 استعد بحاجة اسمها النمطيات. يعني ايه النمطيات؟ انا مدير وانتوا ال3 موظفات، بصرف النظر يعني هقول ايه لا ينطبق عليكم. دي كلهم شغالين معاها بقى 3 سنين. she's very slow، سلاحف ماشيه، يعني هي طبيعتها كده. ولو قلت لها سرعي شويه ترتبك وتتوتر. ودي عقلها مش فيها، يعني مش عارفه كده طول النهار، مش عارفه كده طول النهار، دي مش عقلها فيها خالص. ودي كرواده. بس عشان انا بحب ربنا مش عاوز ارفد حد، وال3 جايين لي من 3 اباء كهنه موصين عليهم، فانا قابلهم. تتصوروا كل يوم بتعامل معاهم، خلي بالكم السؤال اللي جاي، وكل يوم بيتحرق دمي. الغلط فيهم ولا الغلط فيا انا؟ فكروا كويس. مش عارفين تجيبوها. انا عارف انها بطيئة، ال128 والمرسيدس انا عارف انها 128، فانا كل يوم بحرق دمي لانها 128 بطيئة قوي. احاول الاقي حل اجيب واحد اسرع منها، مش عارفين. لكن لما كل مرة أنا بتعامل مع نفس الشخصيات اللي أنا عارفهم قد إيه فيهم قدر من البطء أو الاستفزاز أو عدم الذكاء، وكل مرة تنرفز، العيب مش فيهم، العيب فيا. المثل اللي حكيته لكم قبل كده، لو في حفرة في الشارع وكل ما أمشي في الشارع أقع فيها وأقول يا دي الحكومة اللي ما بترصبش الشوارع، يا دي الحكومة اللي سايبة المطبات، يا دي الحكومة اللي مش عارفة. هتغير مصر؟ هتغير الحكومة؟ يا أخي مش جنب المطب. فكل مرة تكعبل في نفس المطب، وكل مرة تنرفز إن المطب ما تردمش، العيب في المطب. هم العيب فين؟ فإحنا عايز أقول لكم قاعدة، 99% خلوها أقل، 97% من الشخصيات اليومية اللي بنتعامل معاها شخصيات متكررة، وعارفين كل واحد فيهم ممكن يكون تريجر للغضب بتاعي فين، ولسه بيضحك عليا واغضب. حد فهم حاجة؟ يبقى العيب مش فيك انت، العيب فين؟ فيا انا. يعني تصور واحد بيقول لي بقاله 17 سنة متجوز،
كل ما اشوفه ازيك يا، قولوا اي اسم، مينا منتشر قوي، ازيك يا مينا يا حبيبي، يقول لي ازيك يا منى. اقول له مالك تعيس ليه؟ يقول لي مراتي ما بتعرفش تطبخ يا منى. اقول له يا حبيبي انت مش قايل لي الشكوى دي من اول شهر العسل؟ قال لي اه. تتصور يا منى لسه ما بتطبخش؟ ده انا امبارح الطبيخ اللي عاملاه من كتر رضاقته مسكت الطبق كسرته في المطبخ. طب انت لما كسرت الطبق اتعلمت الطبيخ؟ ما انت بقالك 16 سنه بتهاتي وما بتتغيرش، يا تاكل بره يا تاكل اللي بتعمله، واسكت. يبقى احنا بنتعامل مع شخصيات نمطيه، وكل مرة بنتنرفز يبقى مش العيب في الشخصية النمطية، العيب فيا أنا إني ما ظبطتش نفسي أتعامل معاك أنت إزاي. هتفهم دي ولا ما فهمتوهاش؟ يعني أنا دخلت الجيش، ابن ناس كده ولطيف ولذيذ ومتخرج من أي حاجة فيها سي في الآخر، يعني أنتوا واخدين بالكم. وبعدين دخلت الجيش لقيت فيه صول ب3 4 شرايط كده، ولا التندة اللي ماسكها دي كل كلام بقى كده، كله زعيق وكله شتيمه. اضطربت اتوترت تعبت. اول يوم تعدي ما كنتش تعرفه، قلت ده كان اكيد متنرفز. تاني يوم كده، تالت يوم كده، 19 يوم كده، 3 اشهر كده، ودي طريقته. انت لسه بتتنرفز؟ لا، يبقى العيب في كده. فهمت عاوز اوصل لك لايه؟ فاللي انت بتشتكي منهم كشخصيات مستفزه بتنرفزك، اقول لك انت بتشوفهم كل يوم تقول لي ده اخويا ده لا سهل، اقول لك يبقى العيب مش في اخوك، في كده. تصور كل مره اقول له طفي النور عاوز انام، ما يحلوش يفتح النور الا البس البتاع اللي بيحطوها دي بتاعت الطيارات يا اخي، حط مخده فوق دماغك، حط قطن في ودانك، حط اي حاجه، نام تحت السرير. بس كل يوم هتتنرفز. فهمتوا حاجه؟ احنا قلنا النقطه دي اسمها ايه؟ الاستعداد بالايه؟ بالخلوه والقعده مع ربنا. 2 بالنمطيات. نمره 3 بالقناعات. عارفين يعني ايه بالقناعات؟ يعني تغير قناعتك الفكريه، تفضل تردد جمله لغايه لما تصدقها. مش عايزك تخش في السلبيه، بس افهم انا بقول ايه. مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه تستاهل. صدقوني ما في حاجه تستاهل. ربنا العالم ما في حاجه تستاهل. صدقوني ما في حاجه تستاهل. مش حاجه تستاهل، مش حاجه تستاهل، مش حاجه تستاهل. ليه؟ اصل احنا اوقات بنتعصب ونغضب على امور بنكبرها قوي جوانا. زي ايه؟ المج ده اول مج، اول ما مصر عرفت مجات من 35 كنا الكوبايات، قلبنا مجات من 35 سنه، والمج ده مكتوب عليه اسمي، وكان من شله العمر في مدرسه الابتدائي. اي ذكرى بقى وفوليوم عاطفي وحاجه كبيره قوي. وبعدين بنتي مراتي فتحت البتاع بتمد ايدها تجيب السكر، وقعت المج. انا شايف المج بسلو موشن بينزل بيقع، انا قلبي بيقع وبيطلع لي تين شوكي في ايديا وبتحول. ورحت شاخط في البنت او شاخط في مراتي حته شخطه، مش تفتحي وكله كلام لا يرضي صلاح الله، مش ممكن يرضي صلاح الله. بس انا دايس، انا ايه؟ دايس. بس اتعلمت من الغلطه دي بعد ما لقيت البنت يا عيني اتفزعت واتخضت واتلزقت في الثلاجه وراحت معيطه. ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه ايه؟ تفضل تقول لنفسك كده مفيش حاجه تستاهل، مفيش حاجه تستاهل. العربيه اتخبطت، ها مفيش حاجه تستاهل.
مش هتجيبها في الاول، لا التكس يعني هتاخد وقت، لكن هتجيبها. مفيش حاجه تستاهل، اوكي. طبعا في الاول صعب قوي. انا فاكر وانا في 5 ابتدائي كان عندي ألبوم طوابع، مش عايز اقول لكم عملت بجمع فيه 3 سنين، وبعدين اديته لواحد ضيعه. فطبعا مش عايز اقول لكم حصل لي ايه يعني وانا في 5 ابتدائي ولا 4 ابتدائي. فابويا قال لي مفيش حاجه تستاهل، ما كنتش فاهمه. بس الحقيقه لما تتدرب على ان مفيش حاجه تستاهل هتلاقي ان في حاجات كتير قوي من اللي كانت بتضايقك ما بقتش ضايقك، فالجديد مش هيوصل للغضب. اخر نقطه عشان وقتكم، المعونه. يعني ايه المعونه؟ يعني ربنا، اقف قدام ربنا اقول له انا غضوب واعلم ان الغضب لا يرضي برك، فارجوك يا رب اعني على غضبي، يا رب اديني قوتك، يا رب اديني نعمتك. هو صعب عليك؟ ما انت بتشفي يا رب وبتعمل معجزات. الغضب اللي فات عاوز معجزه، ده مش غضب عادي. يبقى انا عايز معونه. عايز ايه؟ معونه. فبطلب من ربنا، والمعونه ممكن تكون في شخص اب اعترافي يديني تدريب. خلينا اقرا كتب يقول لي لو انت عاوز تتخلى من الغضب دايما اقرا كتير. القرايه بتغسل وبتغير القناعات وبتدي هدوء داخلي. ده لو انتوا حبيتوا تقروا يعني، بس الحقيقه ده بيحصل. وممكن جدا المعونه دي تكون نتيجه لو الموضوع الغضب وصل لغضب مرضي، انسان بيتعمي في غضبه وبيضرب وبيأذي، ومره شال سكينه وجري ورا مراته لولا ان حد من الجيران دخل وحاشه. لا، هتحتاج معونه طبيه. فبنبدأ بالمعونة الإلهية من خلال إن احنا نطلب من ربنا، والمعونة الروحية من خلال أب اعترافي اللي هيديني تدريب. وإذا لزم الأمر في بعض الحالات القليلة قوي ممكن يكون في معونة طبية. لما بيبقى يقول على الغضب has been exceeded. يعني ايه exceeded؟ يعني طرطش، يعني ما لو طرطش يعني زاد عن حده بالبلدي. انا طولت عليكم مش كده؟ هو بقى انا جات لي فكره وانا بكلمكم، المره الجايه اكلمكم صدقوني ما كانش في دماغي يعني كيف احنا نتعامل مع الغضوب. ايه رايكم؟ عشان نبقى قفلنا السلسله. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت الغضب، وبعدين انا بعمل ايه مع غضبي. المره الجايه هعمل ايه مع انسان غضوب عشان نبقى ايه؟ خدنا الموضوع من كل وحي. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين. يا ابانا الذي